أنس كمون. أنا رئيسة جمعية النهوض بالنقد السينمائي من 2024، دونك البيرو جديد، ومديرة مهرجان أفلام تونسية قصيرة تونس توكور، معروف أكثر بتونس توكور. الفestival هذا أنشئ في 2005، دونك السنة نحتفلوا بالعشرينية متاعو. توقف للأسف في 2018، ورجعناه السنة باش نحتفلوا بالعشرينية متاعو ونحاولوا نواصلوا به لأهمية الفيلم القصير التونسي. هو مهرجان وطني يحتفي بالفيلم القصير المحترف، والسنة حبينا نعملوا فقرات متعددة. بيان سور فما المسابقة، مسابقة الأفلام فيها 16 فيلم سيليكسيوني على 40 فيلم وصلوا لنا. وشنو آخر؟ عنا المسابقة جديدة للمقالات النقدية، على خاطر الجمعية هي جمعية النهوض والاحتفاء بالنقد السينمائي، في محاولة لجمع ولا تجميع، ولا نحاولوا باش نعملوا كيفاش نقول لك، نجمعوا الكتاب حول السينما التونسية، الباحثين الصحفيين والنقاد حول الجمعية، على خاطر الجمعية سنة، خلينا نقول سنة في 2026 تقفل 40 سنة، ووضعية النقد وضعية شوية حساسة لازمنا نقفوا لها. فوالا دونك هو المهرجان ما هو إلا فرصة باش يتلقاو السينمائيين والنقاد. والجمهور شنو الجمهور؟ بيان سور الجمهور هو الجمهور، خاطر كيف تقول مهرجان انت ديما هو عنده كيفاش نقول لك فونكسيون تاع تنشيط، اما ماهوش اي تنشيط. هذايا معناتها تنشيط هي لما باش الجمهور هو ان فيت النقد كان ديما حلقة الوصل ما بين السينمائيين ولا الافلام والجمهور. في العروض هذه، العروض ماهيش باش تكون عروض عادية، باش تكون مشفوعة بنقاشات معناتها بكاليتي معينة. وشنو آخر؟ عندنا ان سيمينار، دونك عندنا ندوة تحتفي بالاقتباس في السينما التونسية، دونك الأقصوصة التونسية، علاقة الأقصوصة التونسية بالسينما التونسية. إيمانا بنا أنه الليتراتور هي الماتريس للسينما التونسية. السينما التونسية بدأت راهي بالاقتباس، معناتها وقت اللي نشوفوا المثال متاع في بلاد الطرراني، المحاولات الأولى كانت ترجع ديما للأدب التونسي اللي هو مهم. وعنا زادة في نفس السياق هذا عنا ورشة نقد سينمائي تحتفي بالاقتباس، معناتها باش يتلقاو فيها المخرجين المقتبسين والكتاب والباحثين ولا اللي باش يكتبوا على النصوص على الأفلام هذه. بالنسبة للأفلام القصيرة، يعني الاقتباس من موضوع، معناها لا اقتباس من أقصوصة ولا اقتباس من رواية ولا الأدب التونسي بصفة عامة، ولا حتى الأدب العربي. مراد بالشيخ عنده فيلم مقتبس مثلا من المعري، دونك مهم ياسر أن نرجعوا هو ثم توجه، معناها فما توجه. هي خاطر نحن بالنسبة لنا هي الأدب هو الماتريس، دونك بيسكو هي رجعة الفستيفال وكأنها ولادة جديدة، دونك باش نعاود نرجعوا لبداية السينما والسينما شنو كانت، كيفاش كانت بدايتها في اقتباس الأدب التونسي. آخر كلمة إن شاء الله الدورة هذه تنجح وتكون راجعة متاع المهرجان هذا اللي خلى بلاصتو، حتى ولو نحن في وسط البلاد ما تتسمى كوميم ديسنتراليزاسيون بارابور مدينة الثقافة، على خاطر لهنا نحن في الأحياء وقراب من المدينة وقراب من الأحياء تونس العاصمة، في دار الثقافة ابن رشيق اللي هي تاريخها كبير، ونحن تاريخنا في ابن رشيق كبير وعريق. يلزم الجمهور يعرف اللي الفستيفال هذا خاص جدا ومهم جدا، وان شاء الله ننجحوا في اللمه هذه متاع النقاد والسينمائيين والجمهور.